الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية بنهنئكم بقدوم عيد الفطر المبارك، جعله الله عيد خير وبركة علينا جميعا. وما زلنا يا جماعة بنواصل الحديث عن نشر الوعي القانوني عبر الحكاية. حكايتنا دي الحلقة السادسة. حكايتنا النهاردة يا جماعة بتتعلق بموضوع مهم جدا، موضوع موجود في حياتنا كلنا. مفيش حد فينا مثلا ما جالوش خط موبايل واهمله، وبعد ما اهمله سحب منه هذا الخط، وهو معاه خطين تانيين او خطين تلاتة بيشتغل بهم، فمش همه السحب يتسحب، مفيش مشكلة. هذا الامر خطير جدا. انا هحكي لكم حكاية من الواقع حصلت عندنا في المحكمة. واحد وهو قاعد لقى رئيس المباحث بيتصل بيه بيقول له انا عاوزك تجي لي ضروري. فراح له برجله، ما راحش استشار محامي يروح ولا لا ولا يستطلع الامر. راح له برجله لانه ما لقوش حاجه، الراجل ما لقوش لا قضايا ولا اصله دخل اسم ولا حاجه. فقال له والله انت ليك خط برقم كذا. قال له اه. قال له والله احنا لقينا الخط ده اهو في موبايل مسروق، في موبايل مسروق بتاع مستشار. قال له احنا عملنا تتبع ولقينا الخط. بعد التتبع ما النائب عمل التتبع للجهاز المسروق، وجدوا ان الخط بتاعك ده بيستعمل في الجهاز المسروق. فانت سارق، انت متهم بسرقة موبايل. قال له يا عم ده كان خط قديم. يا ريس ده كان خط قديم وانا اهملته، الشركة سحبته وزمته بعته لحد. قال له والله قول الكلام ده قدام النيابة. راح النيابة ادته 4 أيام. تدخل زميل محامي وغاب استعلام من النيابة، وعشان يستعلموا عن الخط يروح القرية الذكية في القاهرة. راح القرية الذكية في القاهرة وأثبت فعلا إن الخط ده مسحوب منه من سنتين، وإن هو باسم فلان الفلاني دلوقتي. وخرج أخونا التاجر ده، النيابة ادته إخلاء سبيل. اديته إخلاء سبيل بعد ما اتحبس 4 أيام. المشكلة يا جماعة إن أنت لما الخط بيتقيد باسمك، في زي رخصة العربية بالظبط. لما تروح ترخص العربية بتبقى باسمك. بيجي واحد يشتريها وما بينقلش الملكية، بتبقى كل المخالفات والمصايب اللي هتقع فيها العربية هتبقى باسم الملك الأصلي اللي مسجل عندهم في المرور. فالموبايل زي العربية بالظبط، هو مسجل في اسمك. في أي مصيبة هتحصل للموبايل هيرجعوا للملك الأصلي اللي خط الموبايل مسجل باسمه في شركة المحمول. فأنت إذا أهملت خط موبايل لازم تتأكد ان اسمك الشال من على الخط. او يا اخي ما تبقاش تأهمل في الخط بتاعك وتحتفظ بخطك. انا قلت اقول الكلام ده من باب التوعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.